تخيل لو صحيت الصبح لقيت نفسك معاك 86,400 جنيه محطوطين في حساب ليك في البنك، وانت الوحيد اللي معاك كلمة السر بتاعت الحساب ده. هندي لك الفلوس ديت بس بشرط تصرفهم قبل نص الليل، والا الحساب هيصفر. لو انت في موقف زي كده ممكن تعمل ايه؟ اكيد طبعا هتحاول تستغل كل مليم اتحط له. الحقيقة انا غشيتك، المبلغ ده مش فلوس. المبلغ ده يا سيدي هو عدد الثواني اللي ربنا بيحطها لك في حسابك كل يوم اول ما بتفتح عينك. يعني الثانية اللي بتضيعها في يومك في زعل على حد ما يسواش، او خناقة تافهة، او تأجيل حلمك، حرفيا الثانية ديت كأنها بالنسبة لك ثروة بتترمي على الأرض، وللأسف مش هترجع تاني أبدا. احنا بنعيش كأننا مخلدين، حرفيا بننسى إن الرصيد دوت هي عدد أنفاس واحنا بنخسر منه كل يوم. العمر مش السنين اللي انت عشتها، العمر بتاع دلوقتي. الثانية اللي انت فيها حاليا هي اللي بتحدد شكل حياتك. فأنا أظن إن بلاش نصرف الثواني اللي ربنا مديها لنا ديت في حتة غلط. وأنا هنا ما أظنش إن احنا المفروض نعمل معجزات كل يوم، ولكن اللي أظنه بجد إن كل الثواني اللي بتعدي ديت المفروض تعدي واحنا حاضرين مش غايبين. زي ما بيقولوا كده، استمتع باللحظة، عيش اللحظة بتاعت دلوقتي، عشان ديت هي الحقيقة الوحيدة اللي نملكها. والسلام عليكم، أنا اسمي محمود شعبان، وناوي إن شاء الله أجيلك على حسب الخطة كل يوم في دقيقة واحدة.